السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدناكم كل يوم فيديو جديد، كل يوم قضية جديدة، وربنا يستر علينا وعليكم. قضيتنا النهاردة كانت في اسكندرية، كانت قضية اللي اكتشفها المطر كان السبب الرئيسي ان القضية دي تتكشف بعد 4 سنين من قتل الولد ده. والقضية هي ان كان في واحد اسمه عم محمد ساكن في الدور الاخير، فالدنيا نطرت عليه جامد جدا، بهدلت له الشقه، فطلع عشان يشيل يعني يشوف الميه بتنزل منين ويسدها. فبعد ما نزل قعد يدور على مشمع وكده، طلع يدور على مكان ما بيعمل لها رمله كتير قوي، قال هشيلها وايه ووسع لها مكان واحط المشمع عشان الميه ما تنزلش عليه تبهدل الدنيا اكتر ما هي مبهدله. المهم بدأ يشيل الرملة عشان ينقلها في مكان تاني، خبط في حاجة ناشفة، بيمد ايده لها جثة، قال بس كفاية كده. المهم الراجل خد بعضه واتصل بصاحب البيت، الحقني حصل كذا. صاحب البيت قال له اتصل بالحكومة لغاية ما اجيلك. المهم اتصل بالحكومة، الحكومة جت في الوقت ساعتها. المهم خدوا الجثة، خدوا الهيكل العظم، حللوه، احنا عايزين نعرف ايه ده. المهم خدوه لقوا ان الجثة لطفل ما بين 12 ل 13 سنة، واخد خبطة قوية جدا في دماغه ومربوط من ايده ورجله. المهم قعدوا يحققوا ويلموا الناس اللي في العمارة قالت لهم احنا ما نعرفش حاجة ومحدش بيطلع فوق اصلا، ومش عارفين، محدش يعرف حاجة ولا بنحس بحد طالع ولا حد نازل، ان العمارة كلها سكان. المهم الظابط قال لك انا عايز كل القضايا بتاعت الاختفاء من 4 سنين، لان الجثة كانت ميتة من 4 سنين، ده اللي المعمل طلعه. المهم قعدوا يدوروا، لقوا ان في حد في نفس الشارع كان عنده ولد اخرس ما بيسمعش وعنده تأخر عقلي. المهم راح جايبينه، ابنك كان لابس ايه؟ قال لهم كان لابس كذا كذا كذا، وانا من سنتين نسيت الموضوع، بقاله 4 سنين ميت، 4 سنين مش لاقينه وخلاص فقدت الامل، فمن لغايه 2 فاتوا كنت بطلت ادور. المهم طلع ان دوت فعلا ابني. فقعدوا يدوروا ويستجوبوا الناس في الشارع، الناس قالك ما نعرفش وخلاص هيقفلوا القضيه. صاحب البيت افتكر ان كان في ناس لسه في عقدهم حوالي سنة او 6 شهور، وقالوا احنا هنسيب البيت ونمشي مرة واحدة كده، في حين ان هم كانوا بيتأخروا في الايجار وكانوا عارفينه. فقال لهم خلاص امشوا، انا هقول لكم حاجة. فبعد ما مشوا جه عم محمد ده اللي سكن بعدهم بفترة، فقالوا خلاص نجيب الناس ديت نستجوبهم ونشوف، لو كده القضية تتقفل بقى وخلاص، لو مش كده يبقى خلاص ربنا يسهل. المهم خدوا بعضيهم ودخلوا، راحوا جابوا قعدوا يدوروا لغايه ما وصلوا للناس اللي كانوا ساكنين. ومجرد ما جابوا الراجل ابنه قال لهم بس ولا حد يضرب ولا حد يعمل، انا اقول الحقيقه. قالوا له تعالى ايه اللي حصل؟ قال لهم ان هو كان مطلع الولد ده فوق السطح يغتصبه، وبعد ما اغتصبه حس ان هو هينزل يفضح الدنيا في الشارع ويقول للناس، فقال لك بس انا هموته. خبطوا بطوبة كبيرة على دماغه، وبعد كده خاف، قال لك طب انا هسيبه كده، راح جاي واخده لف في المشمع زي ما هو وربطه وحفر، وراح جاي حطه فين؟ في الرملة ودفن عليه. شوف سبحان الله، ربنا سترها معاه 4 سنين. تخيل انت 4 سنين ربنا يسترها معاك في حاجة، في نصيبة انت عملتها. المهم ما علينا. ونزل بالليل لقى ان الراجل بيدور، فضل يدور معاه على ابنه حوالي 3 ايام، لان الواد كان غلبان ومحبوب في المكان. 3 ايام بيدور معاهم، ويروح الاقسام ويلف معاهم بعربية وينادوا في الشارع ويعلقوا صوره، وفي الاخر طلع هو اللي قتله. وحاليا الولد ده اتحبس، خد اعدام، وابوه اتحبس 25 سنة عشان ابوه كان يعرف ان هو عمل كده،
وبسبب كده هما مشوا من البيت. ربنا يستر علينا وعليكم، وخلي بالكم من ولادكم، وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية كتير، وكل يوم هنزل لكم قصة جديدة. السلام عليكم.